احنا طول السلسلة بنتكلم عن الصورة اللي بتقف، لكن في لحظة من اللحظات الإنسان قال لنفسه ليه ما نخليش الصورة دي تتحرك؟ ليه أفضل في إطار ثابت وما ادخلش لعالم جديد؟ النهاردة هنتكلم عن اللحظة اللي التصوير فيها اتقلب وبقى مشهد مش صورة. الفكرة بدأت بخدعة مش بخيال. قبل ما يبقى في كاميرا سينما أصلا الناس كانت بتلعب ألعاب بصرية زي الزيت روب والبريكسونوسكوب، بتكون عبارة عن رسومات مرسومة ورا بعض، ولما تلف الجهاز بسرعة العين بيتهيأ لها إن تشوف الحاجة تتحرك. يعني الحركة بدأت كخدعة، والخدعة بعد كده بقت علم. وسنة 1878 في مصور إنجليزي اسمه إدوارد موبريدج. الراجل ده كان مجنون اختراع، وقرر يجاوب على سؤال كان محير العلماء وقتها: هو الحصان وهو بيجري بيرفع الأربع رجلين من الأرض في نفس اللحظة ولا لأ؟ عمل صف كاميرات جنب بعض، ولما الحصان يعدي الكاميرات تشتغل ورا بعضها بسرعة، وبعدها جمع الصور. دي كانت أول مرة في التاريخ إن الإنسان يشوف حركة متصورة فعليا، ودي كانت الشرارة الأولى للسينما كلها. وبعد تجربة موبريدج الناس قالت طب ما نخلي الكاميرا نفسها تصور لقطات متتابعة بدل ما نستخدم 12 كاميرا ورا بعض. فبدأوا يخترعوا شريط فيلم طويل يمر من قدام العدسة بسرعة، والكاميرا تلتقط فريمات متلاحقة، ومن هنا اتولدت أول كاميرات السينما البدائية. ونيجي بقى للحظة التاريخية سنة 1895. الإخوة لومير عملوا أول عرض سينمائي عام في باريس. الفيلم كان بسيط جدا وكان اسمه خروج العمال من المصنع، وكان مدته أقل من دقيقة، بس الناس اتفاجئت. في اللي اتشد وفي اللي خاف وفي اللي افتكر إن العمال طالعين عليهم من الشاشة بجد. ومن اللحظة دي اتولدت السينما. بعد ما الكاميرا قدرت تحرك الصورة الموضوع اتحول من مرحلة التوثيق لمرحلة الإبداع. الكاميرا بتصور مشهد، كاميرا تانية من زاوية مختلفة، قصة، دراما، إضاءة. ظهر المخرج والمؤلف وظهرت الصناعة كلها، وكل ده بدأ من فكرة بسيطة: هو ليه الصورة ما تتحركش؟ نقدر نقول إن التصوير الفوتوغرافي خلانا نشوف اللحظة، لكن السينما خلتنا نعيش اللحظة. من حصان بيجري لحد أفلام النهاردة بنشوفها بجرافيك و3D، كل ده بدأ من كاميرا بتجرب فكرة صغيرة. في الحلقة الجاية هندخل على التطور الضخم، ظهور التصوير الملون، وليه كان نقطة تحول في تاريخ الصورة. سلام.